تقييم النظام الدراسي من خلال اختبار عدد من الأطفال في مجالات علمية مختلفة هو هدف مسابقة البرنامج الدولي لتقييم المعارف لدى الأطفال. وتونس احتلت مرتبة متأخرة في هذه المسابقة، وهي نتيجة اعتمدها ثلة من الخبراء التونسيين لدراسة أسبابها واقتراح سبل تحسينها. احتلت تونس المرتبة 56 من جملة 65 دولة شاركت في مسابقة البرنامج الدولي لتقييم المعارف لدى الأطفال. هي مسابقة تقوم بها كل 3 سنوات ومنذ سنة 2000 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويقيم خلالها أطفال في السن 15 تقريبا في القراءة والرياضيات والعلوم الأخرى. هذه المسابقة التي تصدرت نسخها الأربعة خاصة الصين وسنغافورة واليابان وفنلندا يعتبرها الخبراء كنزا من المعطيات والمؤشرات من شأنها أن تساعد المهتمين بالشأن التربوي على تحديد توجهات هذا القطاع باعتباره ركيزة أي نمو. لي كومبيتونس اللي باش تخرج وتخدم البلاد كلها باش تخرج من النظام التربوي، وكل ما كان النظام التربوي ناجح كل ما كانوا هاللي كومبيتونس هذوما باش تخدم البلاد وتجيب نتائج وتقوم بالنمو في البلاد. النمو لا يمكن تحقيقه بتعليم يثقل كاهل التلميذ بالدروس والامتحانات ولا يترك له مجالا لتنمية مواهبه حتى يتعامل مع محيطه بعقل تحليلي. تلك بعض نقاط الضعف التي لاحظها عدد من المختصين والخبراء التونسيين في إطار عمل يسعون إلى رفع خلاصته إلى الجهات المعنية. في التحضيري يعلموهم كيفاش يقمروا الكلمات، ما يعلموهمش كيفاش يعقلوا الحروف وكيفاش يكونوا هما كلمات من الحروف. النقائص موجودة زادة في تقييم التلامذة، النقائص موجودة في التكوين. يلزم نخمموا في تكوين المكونين من الروضة للتعليم الابتدائي للثانوي للتعليم العالي. كان لنا توقيت مدرسي ممتاز مقسمة ساعته على حصتين بساعتين ونصف لكل واحدة. اليوم لنا حصص ب4 و5 ساعات. كرتبة ثقيلة صغير يبدأ ظهره محني باش ينجم يدخل المكتب نتاعو، وهذا مش معقول. المسابقة بمختلف نسخها تبين أن الدول التي لها نظام دراسي متميز تركز مناهجها على تنمية قدرة الملاحظة والقراءة لدى الناشئة وتتيح لهم فرص النجاح نفسها. تربي التلميذ على المواطنة وتؤصله في محيط التاريخي والحضاري. باختصار، هذه البلدان تعتبر التعليم مثل الآلة، إما أن تنتج وتكون لها مردودية، وأما فمصيرها سلة المهملات. مش نخلطوا لهذاك، إذا كان نرتجلوا لازمنا ناخذوا وقت. تثبت الدراسات العلمية أن الدول التي تتصدر العالم من حيث جودة تعليمها تتصدره أيضا من حيث قوة اقتصادها. هل يمكن وتعليمنا يتذيل المراتب من حيث قدرة تنافسيته أن يستوي حديث عدد من السياسيين عن نجاعة اقتصادنا من منظور يقتصر على تشجيع الاستثمار وقلب هرم توزيع الثروة؟ طارق بن معاوي، التلفزيون الوطني التونسية، تونس العاصمة.